الآن أنت صاحب الإنجاز، أنت فعلت ما لم يفعله غيرك من المدربين مع المنتخب الأردني. الحمد لله. أول حاجة يعني ليس الحسين عموتة ولا الطاقم التقني إلا حلقة من حلقات هذا الإنجاز والعمل يعني الجماعي الذي شيد لنا طريق جديد ومرحلة جديدة يعني في تاريخ الكرة الأردنية. أول حاجة شكرا للاعبين اللي قدموا مستوى طيبة اللي كانوا مركزين طيلة يعني منذ بداية هذه المسابقة هذه، وربما لهم الفضل انهم السلاح ديالنا داخل الملعب. الحمد لله انه الجهود ديال الكل، جهود اللاعبين، الاطر الفنيه، الاداريه، المسانده الجماهيريه اللي كانت حاضره، المسانده هي من اعلى السلطه يعني في البلاد. اليوم تنشوفوا يعني حضور سمو يعني ولي العهد، الحضور ديالنا ديال الامير علي منذ يعني بدايه المسابقه، وهذا دافع معنوي اكثر على اساس انه اللاعبين يؤدوا بالشكل الجيد. اظن انه الكل اليوم ابطال وليس فقط الحسين عموته، وهذا عمل اللي هو جماعي، والحمد لله اكدنا يعني الثقه. نعم، المباراه من الشوط الاول اضعت الكثير من الفرص. صحيح، لكن اشوف كره القدم في هذا المستوى هي هذه، بعض المرات نصيب من الهجمه الاولى او الثانيه او الثالثه، لكن هذه المره دي يمكن انتظرنا يمكن هذه المحاوله يمكن الخامسه او السادسه وسجلنا منها، وهذا شيء جيد لانه الهدف، وحنا كنا متفقين على هذه الامور هذه، وهذه من النصائح اللي كنعطيوها دائما للاعبين، هو انه الهدف ممكن يجي في الدقيقه الاولى كيف ما ممكن يجي في الوقت بدل الضائع، وهذا يعني ما صار في المقابله ديالنا امام العراق. شيء جيد انك تؤمن بالامكانيات. نعم. كيف تعاملت مع اللاعبين نفسيا بعد مباراه العراق؟ البعض بدا يرشحكم للبطوله وما شابه ذلك. أنا أظن نحن لسنا مرشحين يعني ب 100%، لأنه أول حاجة كانت عندنا بعض التقلبات يعني بداية من التحضيرات، بداية يمكن بالنتائج أو المباريات الودية اللي ضيعنا فيها يعني كثير من الثقة، نسبة كبيرة من الثقة كانت يعني مهتزة بعض الشيء، لكن الحمد لله أنه آمنا بالإمكانيات ديالنا، واليوم الكل يؤدي بالشكل المطلوب. الحمد لله أنه يمكن حتى نقولوا التركيز، الحظ يعني الاندفاع، الحضور، الحمد لله انه الكره كيف ما نبغي نقولوا يعني ماشيه معنا. يجب ان نستغل هذا الوضع اللي هو جيد وهذه الثقه اللي اكتسبناها على اساس اننا نمشيو لابعد نقطه. طبعا احنا عندنا امكانيات، يجب ان نؤمن بالامكانيات ديالنا، واذا ما خلقنا ظروف النجاح ربما سيتسنى لنا اننا نزيدوا خطوه اضافيه، ولو انه المقابلات كلها صعبه، والخصم اللي غيكون جاي سيكون خصم اللي هو قوي جدا. ستكتفون بهذا القدر ام لديكم طموح اكبر؟ لا طبعا لا، طبعا لا، نحن سنناقش وسنلعب بالحظوظ اللي هي موجوده عندنا، كيف ما بدينا اول مقابله سنلعب المقابله الجايه بالامكانيات اللي هي موجوده عندنا، وان شاء الله سنرى بعد نهايه دقائق المقابله